الديمقراطية اليوم ما هي مشكلة، بالعكس قوات سوريا الديمقراطية هي اللي قدرت ونجحت في دحر الإرهاب، وهي القوة الوحيدة اللي كانت صريحة وشفافة في محاربتها للإرهاب من اليوم الأول. قدرنا ندحر هبونا داعش هیزن من سوریای دموکراتیک جميع المناطق نکشه اللي تواجد فيها بروواجی وی که اجتماعات هیزن سوريا، سوریای دموکراتیک وحتى قریبو كمان تروری بشکینه قدرنا اف ندحر جی خوش دیار و ونواجه سلال بو جبهة شروع یکم النصرة ده گوم وغيرها من داعش تک بد المجموعات الإرهابية لهریم المشردة باکوری اللي روشلاتی سوریای عانى الشعب و السوري هروها من هیزن ما الظلم جبهة والاستبداد تبعها النصر بشكل جیشکان كثير بیگو كبير. ملت ما قالك فعلى هذا زحمتی و الأساس زرد لسردستی وان اليوم دید نحن جزء من لسر الحل في في بنجهي ام سوريا، ونحن بشكنا اليوم اشتغل سريع قوة سورياي وام سورية هيزك أساسية سورينا وما قال لي قدرت سوري تحمي باراس اللي الشعب قال لك السوري دفران في جلوجا مواقف يكم ده مختلفة ارمان جامع وتأمن له جو حياة ام بجيجين ومستقبل شارع سريك سياسي وأمان جغريزا بشكل سورياي كتير كبير. تيدا ما في بالنسبة حمو لنا عم نشوف بكاتيان من اليوم مسوغربه الأول كان الهدف تبعنا ولسر هو سيستمك الدعوة ديمقراطيك تبعنا وهبش للوصول بنجهاوي للحل ازادي السياسي وكفي للوضع ودادوري والأزمة جحمو السورية بما بكاتيان ره يضمن الحقوق لجميع الشعوب والمكونات الموجودة في سوريا، وعلى أساس نظام جديد تعددي ديمقراطي قام على أساس الحرية والعدالة والمساواة لكل الشعوب والمكونات سواء العرقية أو الدينية الموجودة ضمن سوريا.